وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا إن شاء الله لمن الشاهدين قل صدق الله ومن أحسن من الله حديثا قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله وحده وأنبياءه ونطقت به رسله وسماءه ونحن إن شاء الله لمن الشاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا اللهم فيمن عافيت وتولنا اللهم فيمن توليت وقنا برحمتك شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عينا مست أحدا منا إلا أطمستها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم تقبل صيامنا وتقبل يا رب قيامنا وتقبل سائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين
سلطانه وقلت سبحانك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأبلغها كلاما وأبينها حلالا وحراما اللهم اغفر لنا بالقرآن الكريم اللهم اجعل القرآن العظيم لذنوبنا ممحصا ولأسقامنا داء اللهم اجلب لنا به الشرف والمزيد والحقنا بكل بر سعيد اللهم ادفع به عنا النقم واشدد لنا به النعم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا اللهم مقرانا ببابك فلا تبعدنا اللهم عن جنابك اللهم اجعلها ختمة مباركة اللهم اجعلها ختمة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا اجتمعنا في بيتك هذا ندعوك دعاء واحدا ونرجوك رجاء واحدا نرجوك رجاء اليتامى المساكين نسألك اللهم الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب أزواجنا وأبنائنا من النار اللهم اعتق رقاب إخواننا وأصحابنا وأحبابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصرهم على أعدائهم أحفاد القردة والخنازير اللهم كن معهم في السراء والضراء يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم بدلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واسقهم يا رب بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم